النهارده أنا هكلمك برضو على الحوار اللي أجريته مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وهقول لك على بعض الأسئلة من حوار استمر 3 ساعات. اختار لك أسئلة مهمة في الحوار ده المرة دي. لما رحت أنا والمصور في منزله في سيدنا الحسين، كان استقبال فضيلته رائع، وكرم ضيافته فوق ما تتصور، لدرجة إنه أصر على إن أنا والمصور نتغدى معاه، لكننا اعتذرنا بشدة لأن كان يهمني جدا اللقاء والفوز بالحوار مع أكبر داعية إسلامي في الشرق الأوسط. الحوار امتد 3 ساعات، وهو قال لي: بص يا ابني، قلت له: اتفضل يا فضيلة الشيخ. قال لي: أنت تسأل دون تحفظ، كل ما يخطر على بالك اسأله، وأنا هجيب إن شاء الله، لأن يهمنا جدا أن احنا نقدم الإسلام بالرؤية الوسطية السمحة. الحوار امتد 3 ساعات في نورانية شديدة جدا. المكان كان تقريبا كده في راحة نفسية شديدة، ويكاد يكون النور يسطع في المكان من وجود فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. هقول لك بس على سؤالين كده سألتهم له. قلت له: يا فضيلة الشيخ. قال لي: نعم. قلت له: هناك رأي يقول أن إذا توضأت وقرأت دعاء خاصا قبل النوم يمكنك أن ترى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الكريم، فهل هذا حق إذا قرأ الإنسان هذه الأدعية؟ قال لي: كويس، شوف يا ابني، تتفضل. قال لي: الأشياء المفاضة من الحق على الخلق لا وسيط له، الذي يتفضل به الله على الخلق لا وسيط له، إلا أن تتقرب إلى الله. تقرب إلى الله بالصلوات والقرآن الكريم والخلق الحسن، فإن شاء فإن عطاؤه بلا حدود. واحفظ كويس أوي، اشتغل بالمطلوب يأتي لك الموهوب. إذا المطلوب أن تكون ذو خلق حسن، مؤديا لصلواتك، قارئا لقرآنك الكريم، مراعيا لحق الغير، حب لغيرك ما تحب لنفسك. فضيلتك برضه في سؤال مهم أوي. في ناس بتشكو من عدم قدرتها على القراءة الصحيحة للقرآن الكريم. قال لي: لازم الأول، شوف، القرآن الكريم لازم الأول أن تسمع ثم تقرأ. ربنا سبحانه وتعالى لم يطلب منك حفظ القرآن الكريم، لكن طلب أن تحفظ من القرآن ما تقيم به صلاتك. القرآن لا يقرأ ككتاب، لأن في حروف كتير متشابهة لكن النطق يختلف. في مثلا ألف لام ميم في سورة البقرة، وألم نشرح لك صدرك. فأنت لابد الأول أن تسمع القرآن الكريم، تقرأ القرآن الكريم نطقا صحيحا وتنطقه بالطريقة الصحيحة. يا ابني، القرآن الكريم بركة، واستمع إليه هترحم، حتى الاستماع ترحم، وتتعلم بالاستماع أن تقرأ قراءة صحيحة.